بعض الناس بتسأل هو إيه الحكمة من إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق سيدنا عيسى من غير ما تتم عملية الزواج؟ يعني في ناس بتقول لك مثلا ليه السيدة مريم ما كانتش اتجوزت عادي وخلفت سيدنا عيسى زيه زي كل الأنبياء والبشر؟ ولكن هنا حكمة وجود سيدنا عيسى من غير عملية زواج هي مش مجرد حكمة والسلام، ولكنها إكمالا لمراحل الخلق. وعلشان نفهم الجملة دي لازم نعرف إن خلق البشر اللي على وجه الأرض بالكامل تمت عن طريق 4 مراحل. المرحلة الأولى إن ربنا خلق أول إنسان على وجه الأرض وهو سيدنا آدم، وهنا سيدنا آدم اتخلق من غير وجود ذكر أو أنثى أصلا. بعد كده المرحلة الثانية إن ربنا خلق من وجود الذكر من غير ما يكون فيه أنثى لما خلق السيدة حواء من ضلع سيدنا آدم. بعد كده تمت عملية خلق لكل البني آدمين الموجودين بعد كده وهي وجود الذكر والأنثى. لو أنت ركزت هنا هتلاحظ إن في مرحلة رابعة ناقصة، هو إن ربنا يخلق من الأنثى من غير ما يكون فيه ذكر. لو عدت الفيديو من الأول هتلاحظ إن مراحل الخلق 4 مراحل. أول مخلوق من غير ذكر وأنثى، تاني مخلوق من ذكر دون الأنثى، باقي المخلوقات من الذكر والأنثى. يبقى فاضل المرحلة الرابعة وإن أنا أخلق من الأنثى دون الذكر.